السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، نجم رقم 11. لو كنت لازم التيشيرت دي يتبدل عشان النجمة زادت. طبعا في ناس تاني من 20 سنة خمسة ما فيش غيرهم. فالنادي الأهلي دخل المباراة امبارح بنفس التشكيلة، بس اختلاف الشناوي بدل مصطفى شوبير. تشكيلة النادي الأهلي امبارح: الشناوي حراسة المرمى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم قلب دفاع، على اليمين محمد هاني، على اليسار علي معلول، قدام علي معلول حسين الشحات، وقدام محمد هاني بيرسي تاو. بيرسي تاو امبارح كان تحس انه متكتف، لدرجة انه هو غير الاماكن مع حسين الشحات، واحد راح يمين والتاني شمال. خط الوسط اليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي. وفي الهجوم كان كهربا. لعب النادي الاهلي تحت ضغط شديد من الحكم، يعني في المقام الاول الحكم. الجمهور الاهلي متعود انه يلعب قصاد جمهور، يعني ما تفرقش مع الاهلي جمهور الاستاد مقفل او مش متقفل، مش هتفرق معه. لكن هنتكلم على الظلم التحكيمي واللي حصل. تحس كده ان الحكم صايع كورة، بيكتفك فاولات حوالين المنطقة من كل النواحي، يمين وشمال وفي الوسط على منطقة ال18. اي لمسة للفريق الخصم فاول، اي لمسة لك انت عدي كبر. الكرة ضربة ركنية ليني، حسبها تثبيتها اللي طار فيها حسين الشحات ومسكها من تيشيرت. حكم ظالم مفتري فاسد. المفروض الحكام زي كده دي بطل تحكم، لانها ضيعت الكورة وضيعت سمعة الكورة. لكن مش غريب على المغرب وعلى الوداد بالذات وعلى فوزي لقطع اللي هو بيشتري التحكيم في افريقيا بالكامل. ما فيش حكم اللي ما بيشتريه بفلوس، بما فيهم الحكام المصريين بيشتريهم بالفلوس. اي حكم بيبيع ضميره قصاد لما بيبقى بيحكم للوداد. اهم حاجة عند الوداد يفوز، لانه هو بياخد فلوس على الكلام دي. حكام الفار من عالم تاني، ما فيش ولا لقطة رجع على الفار. والغريب 9 لاعيبة من النادي الاهلي اخذوا انذارات امبارح. 9 لاعيبة، يعني فضل 2 بس ما خدوش انذارات في النادي الاهلي، من حارس المرمى ومين تاني وياسر ابراهيم. حارس المرمى وياسر ابراهيم هم اللي ما خدوش انذارات. وطلع عطى انذار للدكة برا، فرد من الجهاز الفني عطى له انذار. الهدف اللي جه منه، هدف الوداد اللي جه من فاول، اصلا هو مش فاول، دي فاول من وحي الخيال اخترعه الحكم. عايز اقول للوداد: انت السنه اللي فاتت فزت على النادي الاهلي بطريقه غير شرعيه، وانت عارف كده كويس انك انت فزت على النادي الاهلي بمساعده الاتحاد المصري، ان هو خبى الجواب. ساعدوك انك انت تلعب على ارضك، مفيش ارض محايده. ساعدوك انك انت تاخد البطوله. تحس كده ان كان مشتري الافراد اللي هم جوه الاتحاد المصري، بس هم زملكاويه فما تحدبش عليهم، فعندهم حقد وغل من النادي الاهلي. طبعا ما اتحسبش اللي خبى الجواب. طلع الكابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه ان شاء الله، طلع وعمل مؤتمر صحفي واتكلم عن الواقعة. ما شفناش رد فعل لا من لجنة الانضباط في مصر او من الوزير. ما فيش، يعني المفروض دي كان اتشال من الاتحاد، لان هو ضيع حق النادي الاهلي. في الاول ضيع حق مصر، يعني قبل ما يكون ضيع حق النادي الاهلي فهو ضيع حق مصر
ضيع بطولة على النادي الاهلي، ضيع بطولة على مصر هتتضاف، لانه اسمه الاهلي المصري، مش اسمه اهلي اي دولة تاني، هو اسمه الاهلي المصري. والله مسجل عندك اتحاد اهلي الاهلي المصري، مش مسجل اي اهلي تاني. لو مسجل اي اهلي تاني قلنا عشان احنا نعرف. يعني لو مسجل اهلي ودادي، اهلي بنغازي، اهلي اي نصيبي، بس انت قول انك انت بتحاربه بشتى الطرق، بجميع الطرق الغير شرعية بتحارب النادي الاهلي. واللي بيحارب النادي الاهلي وبيخسر، واللي بيحارب جمهور النادي الاهلي بيخسر. ان الاهلي دولي جوا دولي. النادي الاهلي جمهوره اكبر جمهور في قارة افريقيا، اكبر جمهور في مصر، خلينا نتكلم في مصر. النادي الاهلي جمهوره في كل مكان، في كل الدول. يمكن حركة 70 أو 80 مليون إهلاوي. انزل الصعيد، أنا من سوهاج، انزل الصعيد بالكامل إهلاوي. يعني إحنا بلدنا، إحنا القرية اللي أنا مني معدودين على الأصابع الزملكاوية، ما يتعدوش 12 نفر في القرية بالكامل، ما يجيش 12 نفر اللي هم زملكاوية. ومع ذلك ما تقدرش عليهم في الكلام، بيخترعوا أفلام. فكان صعب جدا انك تفوز على النادي الاهلي او وداد تاني، او تاخد منه البطولة مرتين على التوالي. صعب، سواء انت او اي نادي صعب انه ياخد البطولة من الاهلي مرتين على التوالي. النادي الاهلي يعملها، ياخدها مرتين وثلاثة، لكن اي فريق غير النادي الاهلي مستحيل 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 يعملها. فمليون مبروك لينا الاول، احنا الجمهور بتاع النادي الاهلي، احنا الشعب بتاع النادي الاهلي، احنا السند للنادي الاهلي في كل مكان. فمليون مبروك للنادي الاهلي ولادارته ومحمود الخطيب وكل من هو ينتمي للنادي الاهلي. الف الف مليون مبروك. مستر كرر يا رضا عبد العال اللي كنت انت بتتكلم، هو بيعمل تغييرات في الدقيقة 80 او 85 او 75. امبارح رد عليك في الملعب، نزل في الدقيقة 56 2 عمرو السولية، ونزل عبد القادر مكان حسين الشحات، ومكان حمدي فتحي. وبعد كده عمل التغييرات الثانية في الدقيقة 60 أو 65. فهو غير لك المفهوم بتاعك يا رضا عبد العال. طبعا دي عمره ما هيرضيك برضك، لأنك أنت زملكاوي، مع إنك أنت لعبت في النادي الأهلي وكلت من خير النادي الأهلي. فأنت مستحيل مستحيل ترضى على النادي الأهلي، لأنك أنت زملكاوي وبتحقد على النادي الأهلي، مع إن النادي الأهلي ما عملش معك حاجة وحشة. كان نادي الزمالك ما رضيش يديك 12000 جنيه، سبته ومشيت، والنادي الاهلي عطاهم لك 12 او 14000 جنيه. وكنت تلعب فريق كان متكون من حسام حسن وابراهيم حسن، وكان ياسر ريان وربيع ياسين، يعني كان نجوم النادي الاهلي. وكان يلعب شوبير اللي انت بتقطع في شوبير، لو كنت بتقطع في ابن شوبير. فانت لعبت في النادي الاهلي يعني في عصره القديم، مع ذلك انت بتقطع في النادي الاهلي. فنقدر نقول انت زي ما انت برضك حاقد على النادي الاهلي. فالف الف مليون مبروك للنادي الاهلي. متنساش تعمل متابعة للقناة، تشترك في القناة حتى يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.